الحاجه الرابعه ومن اهم الحاجات في النظام الصحي اللي هنعمله التغذيه. واحسن نظام تستخدمه في التغذيه عشان صحتك، تعالى وبعدين هيقول لك ايه هو. احسن نظام غذائي تعمله عشان تخس وعشان تحسن صحتك هو نظام الصيام المتقطع. واحنا هنتكلم هنا لو هتعمل نظام صيام متقطع او لو هتاكل اكل عادي. اولا لو هنعمل نظام الصيام المتقطع هنصوم 16 ساعه، 8 ساعات ساعات النوم، 4 ساعات قبلهم و4 ساعات بعدهم. اول وجبه لازم تبدا بالياف غذائيه. الالياف الغذائيه يا اما ناخدها طبق سلطه، او انا بحب جدا الجرين سموثي او العصير الاخضر، بحب جدا عصير الكرفس وبحط عليه معلقتين ساليوم هاسك او الاسبيجول وتحطهم في الخلاط، قنبله الياف وقنبله شبع، وتغذي الميكروبيوم وتحسن صحتك بطريقه ما تتخيلهاش. بعد كده بناخد البروتين، البيض، بيض مسلوق او بيض مقلي بزيت الزيتون، ممكن تستبدله بزبادي يوناني او تستبدله ببروتينات نباتيه زي الفول او العدس او التوفو وخلافه. بعد كده بناخد الدهون الصحيه اللي هي المكسرات، طبعا مليئه بالاوميجا 3 ومليئه بالفيتامينات والمعادن. واحلى مكسرات ناخدها الصبح اللوز او عين الجمل. حد هيقول لي يا عم احمد ما معيش فلوس، يا عم كل فول سوداني، كل سمسم، كل اي حاجه تقدر تجيبها. دي كانت الوجبه الاولانيه. طبعا الوجبه الاولانيه دي عشان ما كلناش فيها نشويات هنفضل شبعانين لمده طويله، وبين الوجبتين اللي احنا هناكلهم في فتره الصيام نشرب ميه وشاي وقهوه بمحليات طبيعيه ومن غير سكر. هنيجي الوجبه الثانيه اللي هي الوجبه الاخرانيه لو صيام متقطع، او وجبه الغداء لو كنا بناكل عادي. هنبداها الاول بكوبايتين ميه، والموضوع ده مهم جدا لان في اغلب الاحيان مخك ما بيفرقش بين الجوع والعطش، فتكون عطشان والاشارات تيجي لك انك جعان، لكن تشرب ميه تلاقي الجوع راح. بعد كوبايتين الميه بتاخد طبق سلطه وركز على الخضروات الورقيه. الخضروات الورقيه بتحط عليها خل التفاح العضوي والليمون. الدريسنج مهم جدا يا جماعه، بيحرق الدهون وبيحسس بالشبع. بعد كده نبدا ناخد حصتنا في البروتينات، 150 جرام على الاقل وزن لحمه او فراخ او سمك او بروتينات نباتيه، لو ما معناش نجيب بروتينات حيوانيه. اهم حاجه في الترتيب اللي بقول لك عليه، لان الترتيب ده هو اللي بيخليك لغايه ما توصل انك تاكل البروتينات بتبقى خلاص شبعت، مفيش مكان للنشويات. لو مصر تاكل نشويات بعد ده كله يبقى النشويات المعقده، بلاش سكر، بلاش منتجات دقيق وبروتين. هناخد بطاطا حلوه، بقوليات، برغل، فريك، الجريشكا او الباكويت اللي مشهوره في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، واخيرا الرز. طبعا انا لو عامل صيام متقطع يومي كده خلص وبكمل. لو انا مش صيام متقطع باجي في العشاء باخد حاجه خفيفه، باخد ثمره فاكهه، باخد شويه خضار، باخد زبادي يوناني بس وانام، مش لازم ادبها. ويستحسن الاكل يبقى على الاقل قبل النوم ب4 ساعات، مش اقل من كده. مش عايز اقول ان في نظامنا الغذائي لازم نمنع كل اللحوم المصنعه، لازم نمنع كل ما هو مقلي، ونمنع الزيوت النباتيه مهدرجه. طبعا من ضمن النظام الغذائي لازم نشرب على الاقل 2 لتر ميه. ولو عايز نبعت لك النظام الغذائي بالتفصيل اكتب لي نظام وانا ابعته لك بالتفصيل.